وازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جديد. فيديو النهارده ازاي نجيب العقد الاختيار بتاع الحملة الجديدة في بيس موبايل بارت 2. هنشوف دلوقتي ايه المهام الجديدة اللي نزلت معانا. هما دول: تكسب 4 ماتشات في التاور ايفنت. وايه هو التاور ايفنت بقى؟ نجرب كده. اهو هنا انت هتلعب دي الفتحة المجانية بتاعت نجوم الاسبوع. فانت لو لعبت خليت مكافأة اللاعب دي خليتها 5.6 من 10. اي حاجة دلوقتي شغال. هتلعب ماتش على التوب بلاير، هتلاقي النقط بقت 1647. وماتش التاني تلعبه على البروفيشنال هتلاقي 1450. اجمعهم هتلاقيهم عدوا 3000. يعني انت لازم تجيب 3000 نقطة. فانت لو انت لسه مبتدئ واللعيبة اخرها 1000 نقطة حتى على البروفيشنال او على التوب بلاير، فانت هتضطر ان انت تلعب 3 ماتشات. 1000 في 3 ب3000. يبقى كده انت هتبقى اخدت الفتحة. هيبقى متبقي لك ماتش يعني، فسهلة. نشوف ايه المهمة اللي بعدها. سكور جول ان سيم ايفنت. تجيب جونين في ستيمد ايفنت. طبعا ده على الاونلاين. طب مثلا النت عندك تقيل وفاتح يعني مثلا من الباقة الحاجة بالعافية وكده، سهل. هتخش على الذكاء الاصطناعي هتلاقي ستيمد ايفنت بتاع اسمه ايه ده، بتاع جلاتا سراي. بس انتر كده وماتش كده واحد. أه هقولك تعمل ايه. خليه على المبتدئ وهات جونين ورجع للدفاع. مش جوه ال18، عند خط الدفاع كده. وسيب اللعيب واقف، ولا هتلاقي حد بيضغط عليك ولا اي حاجه. او سيبه يلعب على الذكاء الاصطناعي برضه براحتك. بس كده، دي كانت المهام الجديده. احنا بقى نقولهم كلهم بقى مره واحده. هنا ضد الذكاء الاصطناعي حدثوها اهو. 18 ماتش كانوا 9، تكسب 18 ماتش. و... وتكسب في الليج ايفنت ماتشين. في النوك اوت 3 ماتشات. ده في البطولة. في البطولة اللي هي اللي بره خالص دي اهي. التورنمنت هي دي بتاعت كاس العالم للأندية. هي دي البطولة اللي تلعب فيها ماتشين في الليج، في دور المجموعات يعني. وماتش في الأدوار الإقصائية أو في النوك أوت ستيج. وهنا تكسب 6 ماتشات في الأونلاين. طبعا انت ممكن تجيب واحد صاحبك في روم وتخليه هدف ذهبي وتقعد تجيب اجوان ل6 ماتشات وهتتحسب لك في المهام عادي جدا، بدل ما تحرق بقى دمك في الديفيجنات وفي الايفنت بتاع ال50 كوين وتخسر والحوارات المعروفة دي. وهنا عشان نخلص الايفنت بعد ما نخلص بقى كل الاحداث الذكاء الاصطناعي اللي هي الماتشات الكبيرة بقى وكده، زي ماتشات نجوم الاسبوع كده، هتبقى خلصت يا دوبك 5 بالعافية، 6 بالكتير. هتقوم جاي كده طالع ايه بره كده عند السكيلاب اخر واحدة اللي فيها الجولدن جول ماتش، بتتحسب لك في المهام عادي جدا. هتخلصها بسرعة. زي لما انا قلت لك في الاونلاين، لو انت بقى الديفيجن بقى وتقعد تخسر والنت هيعلق والكلام ده ضد صاحبك بس على الهدف الذهبي وهات جون والماتش هيخلص بقى اتكرر 6 مرات، هتلاقي ايه المهمة بتاعت الاونلاين خلصت. دي بقى زيها بالظبط بس اوفلاين. بس وبعد ما تخلص كل المهام هتستلم عقد الاختيار. بس اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.